الشعرية باللبن احلى حاجة بقى واسهل حاجة في البرد، بتدفي وبتبقى حلوة قوي ومغذية، سواء عملتوها باللبن او عملتوها بالمية والسكر بس. طبعا الطريقة التانية بتاعت المية والسكر ان شاء الله هعملها لكم، عشان يعني تكون الطريقتين عندكم. طبعا هنا الطريقة سهلة خالص ومكونات بسيطة. وهنبتدي كده بسم الله الرحمن الرحيم. هنروح على نار متوسطة، معانا معلقة سمنة كبيرة، طبعا هي لسه باينة يعني في الشعرية، او معلقة زبدة. اول ما تبتدي تفك كده تنزلوا عليها بكيس شعرية او كوباية شعرية. بتحمروا فيها كده لحد ما تاخد اللون اللي هو الغامق كده شوية. وتبقوا مجهزين كده اضافات بسيطة خالص في البيت عندكم طبعا. السكر تبع الرغبة، تبع ما تحبوا، يعني تقللوه او تكتروه، ده راجع لحضراتكم. كمان هننزل بالسكر كده يتحمر كده تشويحتين كده مع الشعرية، هيتكرمل، هيديلها طعم ونكهة حلوة قوي. بعد ما تكرمل كده شوية، يعني مش هتكرمل قوي لان زي ما انتم شايفين لسه واضح، احنا مش عايزينه ياخد الكرملة النهائية يعني، هو بس كده يعني يدي طعم. معانا معلقة قرفة كده صغيرة، رشة القرفة دي هتديلها نكهة خطيرة قوي والريحة تبقى تحفة. كمان هيكون في مية مغلية بتنزلوا عليها كده يا دوبك تغطيها بس، وفانيليا تضيفوا كده قطرتين فانيليا ليها، وهتغطوا عليها او تستمروا في التقليب لحد ما تستوي. ولو احتاجت معلقتين ميه ضيفولها كده بس يا دوبك تستوي بس تبقى مفرفره. اول ما تستوي وتبقى مفرفره هتنزلوا عليها كده باللبن المغلي. ولو عندكم بقى مكسرات كده في البيت ضيفوا المتوفر عندكم، انا كان عندي جوز الهند اللي هي الكبيره ديت اللي مش مبشوره، فكانت حلوة قوي برضو معاها. وبعد كده بتصبوها كده في الكاسات او الاطباق وعلى التقديم على طول، وبتزينوها برضو بالمتوفر عندكم في البيت، وبتبقى يعني حلوة قوي في البرد. جربوها وقولوا لي رأيكم.